لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة وفاة حسن البلام الممثل الكويتي الشهير، حيث انتشرت نبأ على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وسط حالة من عدم اليقين والتشكيك في صحة الخبر، خاصة وأن الفنان حسن البلام يعد من أبرز وأهم ممثلي الكوميديا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم، وله قاعدة جماهيرية كبيرة فيها. وبحث فريق العمل بشكل دقيق في حقيقة وفاة حسن البلام الممثل الكويتي الشهير من أجل وضع القارئ العربي على وجه العموم والكويتي على وجه الخصوص في صحة هذه الأنباء التي انتشرت بشكل سريع وكبير وسط بحث عالي عبر محركات البحث الشهيرة عن هذا الأمر. وخلال بحث فريق التحري حول حقيقة وفاة حسن البلام الممثل الكويتي الشهير، تبين أنها أخبار عارية عن الصحة تماما، وما يتم ترويجه حاليا عبر بعض المواقع ما هي إلا أخبار كاذبة، حيث ما زال الممثل الكويتي على قيد الحياة وبحالة صحية جيدة جدا. وتبين أن من توفي ليس حسن البلام بل هو الفنان الكويتي مشال البلام، والذي يعلن عن وفاته مساء يوم الخميس الماضي عن عمر يونيو 48 عام متأثر بإصابته بفيروس كورونا. ولد الفنان الراحل في 12 من ديسمبر من العام 1972، وهو متزوج وأب ل5 أبناء هم صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة، وهو ابن عم الممثل حسن البلام. حصل البلام على شهادة في الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم، وكانت بداية مسيرته في العام 1991 بمشاركته في مسرحية فرق الكويت. حسن البلام ممثل ومخرج ومؤلف كويتي اكتشفت موهبته التمثيلية في عمر مبكر، وعمل على تطويرها بطريقة أكاديمية، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وبدأت انطلاقته الفنية المباشرة بعد تخرجه منها. حقق البلام نجاحا جماهيريا في أغلب الأعمال والشخصيات التي أسندت له، فترك بصمة مميزة في الأعمال الكوميدية والدرامية والواقعية، واستطاع خلال المسيرة الفنية تجاوزت 27 عاما تقديم أكثر من 20 عملا فنيا متنوعا. ولد حسن إبراهيم البلام في 22 ديسمبر 1974.